القصيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة إهداء خاص إلى سعادة الشيخ وصاحب الكرم والجود الشيخ أحمد بن سليمان بن فرحان المحيوي الشملاني العنزي أبو تركي حفظ الله ورعاه، من نسرة المحيوي كبار فخذ البشير من الشملان من العمارات من عنزة. أقول سلام يا راعي الكرم والطيب يا راعي الظفر، سلام يلي تنتخي وقت اللوازيم وتقوم يا أحمد يا عز اللي اشتكى الهم بالوقت العسر ابن محيوي يا الأصيل من نسرة تزهى الختوم محاوي ربعك رجال الطيب واصحاب الفخر شيوخ عز مقدرين الكل منهم محشوم محاوية أهل الوفا محاوية أهل القدر محاوية عز الصديق لاشتكى ضيم الهموم محاوية على العدو نار ملية بالجمر عدوهم من فعلهم يكفي عن الدار مهزوم محاوية على العدا نار ملية بالجمر عدوهم عن فعلهم يكفي عن الدار مهزوم يرغي لمن شافهم من عدو ما كان يهدر شيوخ البشير وعزهم يوم المغازي والعلوم محاوية مهما نقول الوصف من جزل الشعر يكسر مديحي لو كتبت الشعر في مدح القروم محاوية مهما نقول الوصف من جزل الشعر يكسر مديحي لو كتبت الشعر في مدح القروم من دور مضحي مجدهم وسودان وفي الشبر ومريق بطيبه ينذكر ما يختفي في كل يوم وفرحان جدك الكريم فيها الحمية والسطر بن محيوي وبلق يفنى المعادي والخصوم وفرحان جدك الكريم فيها الحمية والسطر بن محيوي بلق يفنى المعادي والخصوم وابوك سليمان الشجاع اللي على القاسي كدر فعله ربوعه تعرفه لزام خصيمه يزوم ولا انت يا احمد بالكرم والطيب الفعلك ان خبر لانك يا ابو تركي لنا تبقى على العز وتدوم ولا انت يا احمد بالكرم والطيب الفعلك ان خبر لانك يا ابو تركي لنا تبقى على العز وتدوم. احمد ابو تركي الكريم في وسط ربعه مشتهر من لابت تاريخهم مرفوع يشبه للغيوم شملان هم عز الخوي عمارات من خلفة بشر عيال واي لابتي رجالهم جسر وعزوم شملانهم عز الخوي عمارات من خلفة بشر عيال واي اللابتي رجالهم جسر وعزوم الشعر فيكم ينكتب وياتي جزل وتتدر في مدح منه بل فخر حازوا على الطولة عموم وعساكم يا أحمد بالفرح يا عز من شاف العسر وعساك دايم يستخي بالخير يا نسل القروم وختامها كل الشعر في مدح مثلك ينتظر لأنك من أهل الطايلة والطيب وللطولة تشوم وعساك يا نسل الرجال بالخير دايم واليسر وصلوا على سيد البشر اللي عن العيب معصوم. بحبكم الشاعر حميد بن خلف العوادي العنزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.